نبي سالفة السوداني. ايه السوداني عجيبة قصته صراحة، من أعجب القصص اللي مرت علي صراحة. ما شاء الله. هذا واحد من أخويا الأمراء عنده سقار من الجماعة، يدرب طيوره ويدرب. دق عليه واحد من الأمراء قال أبغاك تدرب الطير على طريق ملهم. مر على الأمير وأخذ الطير وراح على طريق ملهم. سبحان الله الطير غالي وحاطين فيه ريشة، ويوم فك سبوقه والطير يطير ببرقعه. هو يلحق بالجهاز سبحان الله، يلحق بالجهاز ويمسكه. قال ما دام انه كذي الطير لا ما ننفعك، دل عليه لانه غالي للطير. راح رجعه في السياره وفك الريشه، وهذا من امر الله سبحان الله. يوم سكر البيبان يقول والله ما في دريشه فاتح على دريشتي انا. تقول الطير يشوف، هو يكفخ برقعه ويطلع مع الدريشه. يقول انا صرت في موقف حرج، حاولت اجيب الطير، حاولت الحقه، قطع طريق قصيم، طريق قصيم عليه شبك. ثم بعدين راح يقول رحت للكبري ادوره ما لقيته. كلمت الامير وقلت طال عمرك راح الطير، وان شاء الله الطير فيه سواره، فيه راح الطير، وان شاء الله الطير فيه سواره، فيه مكتوب فيها رقم الجوال، حجر وفيها رقم جوال واسم الامير. كلم الامير وقال له طال عمرك صار اللي صار، وان شاء الله انهم يلقونه، وان شاء الله انه حد يتصل. وجلس كم يوم جاء اتصال من سوداني، دق على الصقار قال انا يا زول عندي طير هنا في الشبك عليه برقعه ما فكيت ولا شيء. والرجال من فرحته قال ارسل لي موقعك، وارسل له الموقع ودق على الامير وبشر قال طال عمرك لقينا الطير. وانا رايح للرجال قال لا مر علي في هديه للي قضى بالطير. الهديه بالعاده 1000 5000 في الحدود هذه، لكن الامير يحب الطير والطير شاري فوق 500,000. نعم ما شاء الله. غالي الطير. اعطاه ظرف فيه 20,000. ربي يرزق السوداني. راح السوداني ولقى الطير وشاله وحطه في السيارة، قال يا زول لك هديه من الامير. قال لا ما ابغى، هذا طيركم بس فكوني منه خلاص وصلت الامانه يا زول، وصلت الامانه. قال لا هذه هديه من الامير، والله لما تاخذها يزعل علينا الامير. راح اخذ الظرف واعطاه اياه. السوداني سبحان الله يوم فتح الظرف لقاها امهات 5. قال يا زول هذه كم؟ قال هذه 20,000. يقعد يبكي ويجلس. لا اله الا الله. قال يا زول الحين الواحد يفرح، ما هو يبكي، انت ليش تبكي الحين؟ كان فرح. قال انت ما تدري ليش ابكي، انا اخواني يدقون علي من السودان وامي داخل المستشفى وانا مريض، لي ايام وليالي ادعي الله سبحانه وتعالى انه يفرجها لي من حيث لا احتسب. الله اكبر. انا في البر لحالي والله ما عندي عزبه غنم. سبحان اللي يرزقه. قال يا زول انت دعاك طلع الطير برقعه ما يشوف لين جاء عندك. لا اله الا الله. شوف الرزق سبحان الله. سبحان الله.